الإنسان الراسخ الثابت المطمئن لأقدار الله في عز الشدة الكبيرة عنده شيء من السكون. ليه؟ لن يكون في ملك الله إلا ما أراد. لأن كتير من الأوقات الواحد بيتعصب قوي وبيتشد قوي ويتوتر قوي، لأنها معلومة مرمية ورا كده. كل حاجة أمر الله. استنى، تحقق، عيش بيها. عيش إن مفيش نفس هيطلع ولا يدخل إلا بإذن الله. الحياة والموت بإذن الله، الرزق كترته أو قلته بإذن الله. فالإنسان يسكن ويرسخ كده خالص ويعمل زي النبي بقى، كل حلاوة الشخصية تطلع. بس الواحد بس يبقى مطمئن وتفرج انت هيطلع منك كنوز وأنوار تنور للي حواليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. النهارده كده زي ما بقول لكم فيديو جديد وروتين جديد، كله طاقه، كله تشجيع. هتتشجعي ان شاء الله وتاخدي كده باور وتقومي تخلصي كل اللي عندك. اليوم النهارده عندي بدأ من الغداء، وبعد كده لتنظيف بقى الصاله. بصوا اشارك معاكم كل اليوم زي، وفي حاجات تانية برضو ما اتعملتش. اللي بيدخل قناه الاول مره وشاف القناه وحبها وعايز يشترك فيها، يشترك على كلمه اشتراك، وهيظهر له كلمه 3 اختيارات كده، يفعل الكل على الجرس، عشان طبعا لو انت اشتركت يعني ما عملتش الكل، بالتالي الاشعارات بتاعت الفيديوهات مش هتوصل. تمام. صلوا على النبي في بدايه الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اني اتبرأ اليك من حولي وقوتي، والتجئ الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. اللهم اعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. اللهم كل من اراد لي خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد لي سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. افوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. دي بقى بصوا البطيخه دي كانت، بصوا مسكره، كانت جميله ما شاء الله. كان اللهم صل على سيدنا محمد. نسيت عايزه اقول ايه. المهم كده يا جماعه، طبعا هقطع منها شويه، هي ما شاء الله كبيره جدا يعني. ده كل اللي انا هتشوفوه ده كان من ربع واحد منها. طبعا النص التاني ده علشان تحافظي عليه وما يبصش منك، لازم تغطيها او تحطها في كيس. انا طبعا حطيت عليها كيس الاول، وبعد كده حطيتها في الشنطه دي. طبعا يعني ممكن تقعد معاك في التلاجة من يومين لثلاثه، ماشي، مش اكتر من كده، عشان ايه هتلاقيها طبعا باظت ومش هتبقى حلوه. المهم كده، وبنقطع البطيخ بالطريقه ديت. ويعني ايه الطريقه بتاعه التقطيع بتختلف من حد للتاني يعني. المهم كده هقطعها واحطها، طبعا ده كان البدايه، احطها في التلاجة علشان طبعا ايه تسقع. وايه هعمل معاكم الغدا. عملت الغدا النهارده، عملت ملوخيه وفراخ ولسان عصفور، واكلنا بالعيش. وطبعا كان صاحبتي بعتلي رقاق واكلنا بيه وكان جميل جدا. تسلم ايديها طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا حطيت البطيخ ده زي ما بقول لكم كده في التلاجة، وعملت الغدا. وبعد ما اتغدينا اللهم لك الحمد، طبعا غسلت المواعين، بس دي ما جاتش في الفيديو يعني. وطبعا عملنا الاكل بالطريقه العاديه بتاعتنا. دي كانت الحلقه دي كان اصلا مكان شوربه، فايه هو كان مكانها كده. حطيت كده، ده الفراخ دي كانت نص فرخه بس، ماشي. حطيت معاهم طماطم، فراخ، بصل، جزر، فلفل، ورق لوري، وفلفل اسود وملح وبس. طبعا انت بتسلقها بالطريقه العاديه. عايزه تديها صدمه الاول وبعد كده تحطي عليها تحطي ميه عليها، مفيش مشكله عادي يعني. دي الملوخيه. بوريكم الملوخيه ديت اللي انا كنت حطاها في اللي كنت خرجتها معاكم من ايه، من يومين كده، او من فيديوهين مثلا، وكنت حطاها في الايه في التلاجة من تحت، ماشي. دي حاجات بقى عشان ايه هعمل معاكم شويه حاجات كده ان شاء الله يعني، اذا اخدت التشجيع كده وايه واتشجعت وعملتها. بصوا ده التنج بتاع البرتقال، وده نشا، ماشي. وكنت جايبه فلفل اسود وورق لوري وخميره بيره عشان لو حبيت اعمل قرص او كده. واللي كان في الازازه انا بوريه لكم ده اسمه ريحه الكحك. انا عايزه اعمل كيلو واحد. ويعني بص، هو مش عشان احتفال العيد ولا حاجه يعني، بس هتبقى حاجه لو حد حب ياكل اي حاجه في اي وقت، تبقى يعني ايه حاجه موجوده. بس برضو لحد دلوقتي مش عارفه هعمل ولا لا، لان انا كده كده يعني هعمل ايه، القرص اللي هي بتاعت الايه اللي بتبقى بنخمرها دي. طبعا عشان نعملها علشان يوم عرفه يعني باذن الله، ونطلع الترب يعني او المقابر على حسب انتوا بتقولوا ايه. فانا لازم اعمل الايه اللي هي القرص دي. فمش عارفه يعني ايه هعمل التاني ده ولا لا، بس هعمل بسكوت برضو بتنج او بالعصير اللي هو البرتقاني البودره ده.
وهشاركه معاكم ان شاء الله الايام اللي جايه. انا لسه ما عملتوش، انا جبت الحاجات وبس يعني، لسه ما عملتش. بصوا هنا كانت الكاميرا ما كنتش واخده بالي بصراحه ان هي ايه الصوره مش واضحه فيها، بس دلوقتي هتتعدل يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بعمل الملوخيه تمام، هي كده اتعدلت. انا حطيت الشوربه عادي، وحطيت نص مكعب مرق، ماشي، ما تكتريش منها لان الشوربه اصلا بتبقى طعمها حلو. وحطيت نص معلقه توم، ودي بهارات بحطها، وعايزه تستغنى عنها ما فيش مشكله، هي اصلا الشوربه بدل الشوربه بتاعتك طعمها حلو يبقى تمام. هنا اللي انا بشيله ده كان انتوا عارفين لما كنا فرمنا التوم كان بيبقى فيه مثلا، كنا احنا اصلا فرمناه وهو لسه كان اخضر، فكان فيه قشر كده، فهي دي القشره زي ما بقول لكم. شلتها طبعا من الشوربه علشان هتبقى باينه هنا في الملوخيه يعني. وطبعا ما بتعمليش حاجه في الملوخيه اسهل ما يكون، هتنزلي عليها او هتنزلي بيها في الشوربه، واول ما بتبدا بس تاخد غلوه واحده بتطفى عليها، بتبقى في جنبها انت عامله مثلا ايه، عايزه تعملي طشه اعملي، عايزه تعمليها بقى بطريقه امهاتنا، وبصراحه بتبقى طريقه حلوه جدا لان مش بتحسسك بحموضه ولا اي حاجه. ما تعمليش طشه ولا حاجه يعني، اعملي. كل الناس طبعا هتستغرب من الكلام، بس والله دي طريقه كانت امي، والناس اللي هي الناس اللي بتعملها كان جنبنا يعني. يعني البلد اللي احنا فيها بنعملها بنفس الطريقه دي، ما بنعملش طشه ولا حاجه. بس عايزه اقول لكم بقى هتاكلوا احلى كمان من الملوخيه اللي فيها طشه دي. تمام. بس انا بعملها قدامكم كده بما ان في تصوير وكده، والناس هتستغرب وتقولوا انت ما عملتيش كده ازاي، بس ايه جربوها مره يعني. هنا اخدت برضو نص معلقه توم، وهحط عليها شويه فلفل اسود وشويه كزبره، وبعد كده هنزل عليهم طبعا في معلقه سمنه، وهننزل عليهم على الملوخيه، وخلاص هي دي الملوخيه، ومش اكتر من كده يعني، ما بتاخدش حاجه اكتر من كده، طالما انت الشوربه بتاعتك طعمها حلو فكده تمام. انا زي ما بقول لكم كده هعمل الغدا، وبعد كده هبدا بقى يومي. طب الناس طبعا انا كنت بقول لكم ان احنا هنصوم وكده، انا ما صمتش يعني، انا باقي النهارده وامبارح انا صمت اول يوم من العشرة، وما قدرتش اصوم تاني بصراحه. ليه بقى؟ فضلت طول اليوم يا جماعه، بعد الفطار عندي صداع رهيب، اللي هو انا طبعا شاركت معاكم الفيديو اللي كان الفيديو المسائي، وكان كنت بغسل فيه وكده. واليوم ده اخدته طول النهار مش قادره اعمل اي حاجه، واصلا كان درجه الحراره فيه كانت عاليه جدا، اللي هو اصلا كانت حوالي مثلا اكتر من 45 درجه، هو كان يوم الجمعه ده، وكنا صايمين طبعا، وانا اصلا كان عندي برضو كنت واخده برشام، فيعني كان الله المستعان، كنت اقوم اصلي انام، اقوم اصلي انام لحد قبل المغرب، قمت عملت الاكل وبس. فبصراحة قلت تاني يوم أنا عندي طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، عندي شغل البيت عايزة أعمله، مش عارفة، عايزة أعمل أي حاجة، مش قادرة أمشي، مش قادرة أتحرك بصراحة، عايزة أشرب، عايزة سوائل حتى تدخل في جسمي بلاش أكل. ف وطبعا علشان متعودة على شرب الشاي لازم عندي صداع رهيب. ففطرت بصراحة، قلت على الأقل أقدر أعمل الطاعات التانية، يعني مثلا أقدر أقرأ قرآن مثلا، أصلي، أعمل أي حاجة، غير ان انا ايه، ان انا بقوم اصلي بالعافيه وارجع انام، اصلي وانام، اللي هو مش قادره اعمل اصلا اي حاجه، وكانت الدنيا عندي طبعا تضرب تقلب، ما انا سايباها بقى ومش قادره اعمل حاجه. المهم قلت طبعا انا هغسل قريب ان شاء الله، فشلت الفرش بتاع الركنه ده اللي هو البيضات دي، وهغسلها طبعا في الغسيل، علشان كمان ان شاء الله بكره هعمل اوضه الاطفال، فهطلع منها طبعا المفرش بتاعتها وكده. هنفض طبعا المكان ده كله. كانت الصاله عندي ولادي مقطعين الورق، عارفين جايبين الكراريس دي ومقطعينها، وكانوا عاملين لي بقى ايه ما شاء الله حفله بقى، والورق والمخدات رصينها في الارض وحاجه يعني، كنت قاعده في مولد يعني. ربنا يهديهم اللهم امين. جبت البيضات البيضه دي واحطها عليهم، علشان انا ان شاء الله على العيد هحط الكفر بتاع الايه الركنه، انا طبعا كنت شايلاه وغسلته فهو نظيف، فاقوم بقى ايه حطاه على العيد كده، يبقى برضو تغيير يعني، انا من الناس اللي بتمل بسرعه، فاهو تغيير وخلاص. المهم كده يا جماعه، اللي وصل معايا دلوقتي للدقيقه ديت يصلي على النبي ويذكر الله، وطبعا زي ما كنت بقول لكم اعملوا من الطاعات اللي تقدروا عليه يعني، حتى لو صلاه الضحى ركعتين، صلاه قيام الليل برضو ركعتين، يعني احنا اصلا بنفضل صاحيين لحد بعد الساعه 1 وبقى على الساعه 2 وكده، فلو تقدروا مثلا في الوقت ده ان انتوا تستغلوه في حتى صلوا ركعتين بس، تصدقوا بمبلغ ولو بسيط، بوجبه عندك من الاكل اللي انت هتعمليه. كده على فكره اللي حصل لناس كتير جدا يعني، انا لقيت ناس كتير جدا صامت اليوم الاول، وبعد كده ما قدرتش تكمل يعني بصراحه.
ما اعرفش يعني هل انتوا برضو زينا ولا ايه اللي حصل؟ انا ما والله مش عارفه. انا كنت ناويه وكانت النيه عندي وعندي عزيمه ان انا هصوم، بس ايه اللي حصل بقى ما تعرفوش. اللي هو انا خلاص عندي كنت ميته ميته بمعنى الكلمه في يوم الجمعه ده. امبارح طبعا برضو كنت ما صمتش يعني، والنهارده برضو. فالحمد لله رب العالمين هنصوم يوم عرفة. ولو الأيام اللي جاية ديت برضو فيها يعني إيه لقينا درجة الحرارة زي النهاردة. درجة الحرارة النهاردة كانت 38، فيعني حلو مش وحش. فهنصوم برضو يعني نخطف يوم يومين كده على قد ما نقدر، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. طبعا انا والله يعني حزينه من جوايا ان انا ما كملتهمش كلهم صوم، انا كنت ناوياها اصلا من زمان. وكان دايما على طول يحصل لي حاجه وحشه في الايام بتاعه العشر الاوائل من شهر ذو الحجه دول. دايما يعني ايه اما اتعب واروح المستشفى. يعني كان اخدت كام سنه على نفس الوضع ده، حتى انا بخاف منهم يعني، بقول ربنا يستر يعني فيهم. لكن متفائله خير يعني، ومش عايزه اتشائم، والحمد لله رب العالمين هتعدي كل حاجه بتعدي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اول بقى ما تعبت انا وكان عندي دور برد بقى، عايزه اقول لكم كانت مناخيري كده زي ما تكون بتنقط والله العظيم. فما قدرتش، قمت بقى واخده اخدت الدواء. حتى انا بقى طلع لي من السخونيه حاجات حبوب على بقي كده. فالحمد لله رب العالمين. ربنا يكفينا ويكفيكم شر اللي في الغيب، اللهم امين، وشر العين وشر الناس الوحشه اللي تبص في حياتنا وتستكتر علينا اي نعمه، اللهم امين. دخلت كده هنا على الركنه، ودي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو. وطبعا نظفتها ورجعت كل حاجه مكانها. عايزاكم كده يا جماعه تدعوا لامي والحمايه والاموات المسلمين بالرحمه والمغفره، وكمان تدعوا لاهل غزه وفلسطين واهل السودان. حبيبتي اللي قالت لي ادعي لاهل السودان. طبعا ربنا يا رب يزيل الفتن ما بينهم، ويا رب يثبت اقدامهم ويعدي المحنه اللي هم فيها على خير، اللهم امين. انا عارفه والله ان هم في ازمه، بس ما فيش اعلام بيتكلم عنهم. وكنت سمعت كده يعني ان هم بيحاولوا ان اصلا يعني الناس اللي جوه بتحاول ان الاخبار اللي جوه ما توصلش لاي حد، يعني محدش يصور محدش. فهل ده صحيح ولا لا؟ ويعني وهو اللي بينهم اصلا يعني محدش غريب دخل عليهم. انتوا فاهمين هم الفتنه بينهم وبين بعضهم كده يعني. تحسوا ان الشعب مقسوم لاتنين، فناس اقوى من ناس فكده يعني، الله اعلم طبعا. فربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويعديها على خير يعني، اللهم امين. كده في نهايه الفيديو يعتبر كده خلصنا. انا كنت خلصت كل المنطقه دي، وخلصت الانتريه وكل حاجه عندي ده كده. كمان اصلا كان بعد الغدا يعني. لحد بقى ما اشوفكم في فيديو تاني، يا ريت تحطوا اللايك يا جماعه عشان ترفعوا الفيديوهات، يا ريت يا ريت يعني. واللي اشترك عندي يشوف كده هل هو مفعل زر الجرس على الكل عشان الاشعار بيوصله ولا لا. وبس كده هيكون يعتبر الفيديو خلص. ولحد ما اشوفكم في فيديو تاني، هتوحشوني جدا جدا. طبعا اقرأوا كده القرآن وصلوا على النبي واستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. استودعكم الله، السلام عليكم.